قسما بالله العلي العظيم يا خيام والله ما غسل الحوايج 5 ايام الحوايج ما تغسلش. ومن بعد جابوا قصه صغيره على الحرائق، ومن بعد داروا تقرير على المغرب معاناه الشعب المغربي. وامس لا وجابوا تقريرين، تقرير اغتيال، ذكرى اغتيال مناضل من مناضلين الريف ومظاهرات الكسر المغرب، وبعدها معاناه الشعب المغربي. البارح نفس الشيء، نشرة الاخبار الرئيسيه فيها كل العناوين الا عنوان الحرائق مش موجود، لكن عنوان معاناه الشعب المغربي مع المخزن الفاسد موجود في عناوين النشره. ما تكسرش تلفزيون. وفي عنوان الحرائق بامر من رئيس الجمهوريه. ولما حطوا الموضوع حبس اخويا شي ابوني لهاد القناه، الله يسهل عليك اخويا والله يفرحك في هذا النهار. حطوا الموضوع رقم 5 وجابوا الوزير الاول الذي جاء يطبق اوامر الرئيس. اي هم نحن فيها؟ هذا ينقلنا الى سؤال اخر، الجريده اللي بعدها، لانه ستكون مدخلنا عند الحوار معنا. نعم الحوار طبعا اذن للجميع انه يحطوا طبعا صحافه العرام وقنوات البهتان، لكننا ناخذ منها خبر وزير الاعلام بوعمام ملتزمون بايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها الصحافه. وانا حاب اسالك على زهير بوعمامه وزير المنشورات هذه الايام. عندهم بدات ازمه الحرائق، التغطيه مش موجوده في القنوات الرسميه والخاصه، مش عارف سبب ما، وهو يكتب مناشير على ضرورة عدم التهويل والإلزام بالمهنية وما إلى ذلك. اسمع، هؤلاء لا يحتشون لا يخشون. هذا وزير ما يحشمش. أنا شفت من التصريحات الأخيرة يا أخوي، قطاع الصحافة في هملة، نحن في هملة كبيرة، نحن في أزمة أخلاقية في قطاع الإعلام. وهذا الوزير وش تلقاه؟ يا يحضر في مقهى، يا قاعد معروض في حفلة، يا معروض في تجمع، يا يحضر في محاضرة، ومع تصريحه التافهة هذيك. وكنا يوم نصبوه قلت لك محمد، وقلت لك هاي لحيتي إذا يقدر يحرك في قطاع الإعلام وزير بصلاحيات ويقبل بالمنصب هذا ويزيد يتفلسف على الناس. لا بعض مناشير وكأنه موجه للصحفيين إلى عدم التسرع في نشر الأخبار والاكتفاء. سيحاسبهم التاريخ، سيبزقهم التاريخ أولا ويحاسبهم. هذه النخبة المثلفة، هذه هي النخبة الشياتة للنظام، وعلى رأسها وزراء الإعلام. أخطر شيء هؤلاء وزراء الإعلام، هذا واللي قبله كما المحامي وبعثوه سفير. أدى المهمة الساقطة هذيك، تكبيل الإعلام، لتكبيل الإعلام. طبعا لكن ما زال في بعض وسائل الإعلام تقاوم. سليم أعتقد معنا المسار العربي كوسيلة إعلام كجريدة أخيرة، لكن ممكن هاي المسار العربي تقاوم فيها خبرين. سعيود، الدولة ملتزمة بتكافل المتضررين من الحرائق. والخبر الرئيسي، بعدما تنازلت عن كل شيء لصالح الإمارات الأبيب، اقتصاد الصور في المغرب واقتصاد الجاز في الجزائر. شوف هذا نشرة الأخبار أيضا كل مستوحى وكالة الأنباء الجزائرية. وأنا أقول لهم أنتم الآن سقطتم في حضيض موليناش هنا الأزمة الأخلاقية، تعدينا الأزمة الأخلاقية. هذا لأن المغرب يعاني، والمغرب يفشل في كل القطاعات، والجزائر ناجح. وتجيب لي في نشر الأخبار أيضا خبر معاناة الشعب المغربي والفاسد والنظام المغربي الفاسد، وأن هناك فقر في المغرب وسائر ديون ومتورطين في أزمة اجتماعية اقتصادية. ومباشرة بعدها تجيب لي إيذات في الجزائر وتوحي للمواطن بالمقارنة. أنت راك في أخي العزيز، أنت راك في مشكلة. لأنه أنا أيضا أتابع نشر الأخبار في المغرب عفوا، ما يذكروناش أصلا لا بخير ولا بشر أولا، وقاعدين يخدموا في خدمتهم. وتشوف نشر الأخبار نحن ما فيهاش هذا الإطناب، مع أنه عندهم ملك، يعني مع أنه عندهم ملك ما فيهاش هذا الإطناب والشهادة اللي موجودة عندنا. وش السبب؟ علاش؟ أنا حاب نفهم. شوف أنا نسمي بالأسماء، أنا نقول سي تبو السيد الرئيس، وسي كمال السعيد، وسي وزير الاتصال، هذا مسؤولين، وقبلهم بوعلام أبغى أبحث هذاك مش عارف. أنا مستعد ندير تيليطون دراهم
لانه ما عنديش فلوس انا شغل شهر ندير تيليطون يعاونوني الله يعاونوني ونخلصكم فهموني فقط وعلى راكم تعملوا هكا وشنو هي الخطه يعني وشنو هو الهدف اللي حبيت توصلوا ليه يعني وش البلان؟ واعطيني البلان برك يرحمهم الله ويلكم. القناه الرسميه الجزائريه في حاله تعاطف خطير مع الشعب المغربي قولوا لنا في السبب كل يوم تقريرين على المغرب تعاطف الشعب المغربي ضد المخزن الفاسد والنظام قولوا عليه بعض الاحداث المغرب نعم. شبيهه في تونس مثلا لا مش على تونس فهموني يا جماعه والله ربما كنا نفهم نمشي معكم فهمني ما هي الخطه ما هو الهدف وين حتوصلوا واعطيونا البلان لازمك تدخل في السيستم تفهم يا جماعه الخير راه ماشي قباحه هذه اللي وليتوا فيها راه شيء عيب راكم فيه مفضوح راكم في فضيحه. انا المواطن الجزائري سليم صالحي مواطن وتابع نشر الاخبار لازم نتابعها مانيش فاهم هذه الجزئيه تحدث كوارث الجزائر ما تهبطش كاميرا تصورها وكل يوم يجيبوا مواضيع كاميرات تاع مشاكل في المغرب واللي يصور مغربي والشعب هو اللي يهدر ودرجوا اللوجو نزيد نعاودها وتجيبوا في نشر الاخبار معاناه الشعب المغربي مع نظامه الفاسد. يا اخويا واش داخلك انت بحالتك برك الغرقه اللي راك فيها شوف لو كان تلتهب بالغرقه اللي رانا كنا نلتهب بالغرقه اللي رانا فيها ما راحش معنا الوقت لا نهضروا على الشعب المغربي ولا الشعب السوري ولا الشعب الليبي اللي فينا اللي فينا يكفينا يا حبيبي. لكن هذا الرداءة وهذا السقاطة اللي راهم فيها يرحم والديكم عييت قبل ما نموت موني برك مانيش حابب مش حابب الحسره نتاعي وانا من ربما راه عندكم راه شي خطه كبيره شي حيه شي حيه راه عندكم شي فكر كبير انا ما وصلتوش فهموني فقط. قال في الاعلام هذا قال لكم اش بيها وين توصلوا واعيد هذا سقوط اخلاقي نشرت هذا ينقص قيمتك وقيمه الرئيس وقيمه الجزائر. نشرت اخبار الناطقه باسم السلطه وناطقه باسم الجزائر يوميا شحال عندهم عامين يوميا يا جماعه الخير يوميا انا مش نقول على يوم يوميا تقرير على المغرب يشتم في المغرب وضاع ومرات يخترقوا صور ومرات ما كانش احداث كل يوم كاين زلازل في المغرب زلزال الحوز زلزال ومن بعد داروا السنويه تاع زلزال الحوز. سالم بعض المعلقين يقولون بانه انت بهذا الطرح تدافع عن النظام المغربي. يا وديني هذا الطرح تسيء لنفسك تسيء لا بعض المعلقين في برامجنا يقولوا بهذا الطرح انتم تجلدون صباح مساء السلطه في الجزائر وبهذا الطرح انتم في كفه او مع النظام المغربي. ليه يا خويا واش داني النظام المغربي؟ ما يقول لك عندك اعلام جزائري. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.